السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، عملت اللازم؟ طبعا. أول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي أنت قلت عليه بالظبط. حلو. والنتيجة؟ البني زي ما قلت معاليك، نفس الخلطة بتاعتنا، شوية بنك على شوية رايش، وطبعا ما فيهاش أي حشيش. والأبيض؟ مهروش أبو كوسين المهرول، متشعرة بماكس فورد وعليها شوية نشا، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط، وعلامة الكف متقلدة. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراولة ناقصة معاليك، وعشان كده هرشوا الأبد المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلقت برقع الحقيقة. البودرة سوقها نايم زي ما معاليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. ما هي الخلطة دي جر رجل للي يطلبها. مزاج الكيمياء واكل اليومين دول، وزبون الفراولة اما يجرب ابو حسين مش هيسلاها. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال. بقى انا اتعب واشقى واعمل لهم من طلب العلا عشان الواد ولا البت لما يصطبح الصبح مسكاره يقوم يذاكر بمزاج. يجوا هم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بالسلامة انت يا دكتور. بعد اذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ لا، يوم واحد بس. حلو الدكتور. حلو. يبقى حاسبه وتبعت مرسالك للمعلم الدهان تقول له افندينا عزمك على اكلة سمك. افندينا عزمك على أكلة سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا ربنا. أمر يا فندينا. هذا إيه؟ شبكة بتترمي وانت ونصيبك. البحر واحد والسمك اشكال. سبحان الله قادر على كل شيء ونعم بالله. والرزق يحب اللمة، واللمة يعني الصحبة، والصحبة ما بتحلاش غير بأكلة سمك. سلو بلدنا بقى. بسم الله، بألف هنا. معلمين السواحل وخط الجناح، ومعلمين سينا والدلتا، ومعلمين الصعيد، الكل جاك يا فندينا حسب الطلب. حبايبنا فوق وتحت. احنا صحيح متفرقين على الخريطة، بس المزاج واصل للود ومقرب البعيد. واحنا جينا عشان نسمعك ونوزن الكلام. تسمع كلام رزين بعون الله، بالهنا والشفا. السوق لم يا رجاله، السوق لم، والرخيص ريحته فاحت، والضرب بقى تحت الحزام، والكار بقى اوسخ من السياسه. عشان كده التطهير بقى فرض علينا. بتفكر في ايه يا خميس؟ اقول لك بفكر في ايه؟ كل جمبري وانا بقول لك بفكر في ايه. زي ما القعده دي، اتفضل يا معلم، محزمه البلد من فوقها لتحتها، عايزين كمان نحزم السوق ونمسك لجامه، ونخلص من الرخيص، ونرجع المزاج الاصلي بتاع زمان نرجعه لناسه. مزاج الخير، اتفضل يا معلم. تسلم. مزاج الخير مش ختم بيتضرب وخلاص، لا، دي ماركة مسجلة. مسجلة. ماركة مسجلة زي أي ماركة بتضمن للزبون الجودة بتاعت المنتج والبضاعة دي، ومش شوية وساخة بير سلم هيعكروا حليب أفندينا. الله الله يفتح عليك يا معلم دهان. الله يفتح عليك. عشان كده أنا بقول إنه من النهاردة مفيش ولا جرام ولا حباية هتنزل السوق إلا بتصريح مني. وده عمره ما هيحصل إلا وأنا متغطي دفيان بإخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ احنا اهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. شوية صبيت يا معلم. الفاتحة على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم.
انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول. انا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شويه يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطره ما هياش سوريا، وبعد اللف اللي لفيته ده اكيد راقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج؟ انا اخد بعض دلوقتي واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها 3 وحايد، تقوم تقري وتعترف وتقول لي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، والا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطه. فهمت؟ اديني ههدى يا حاج، اديني ههدى لما اشوف اخرتها ايه. قول لي يا حاج، قول لي اعمل ايه وخلصني. حاضر، هقول لك لاجل ما نخلص خالص. وحياة ابوها لا اكون ساحلها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحة عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانة. دي سرقة ابني ياما، والمصحف لا شرحها قصاد ابوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في ايه تاني؟ البت بس اللي شغاله مع رمانه. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانة قتلت المال والحكومة خدتها. سيء عليك النبي تلحقها، دي ملاش بتنبيه حد غيرك. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بركة يا جامع، خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومة جت خدتها والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. بدران ايه اللي كان معاهم؟ هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ معرفش، انا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة ان اول ما عينين الحكومة تغفل عنك هيتويكي في حتة محدش يعرف فيها اي حاجة عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي، ليه؟ انا عملت ايه؟ هيودوني فين؟ انا عارفة بقى، ده انا كمان حاسة انهم هيغدروا بيا، وكل ده ليه؟ عشان انا عايزة اخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار اسود ومنيل. طب والعمل؟ يعني احنا كده هنروح في طيس؟ مش عارفة بقى، ده احنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطه المنطقه كلها، دول محوطين الفيلا من كل ناحيه. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ريت يا ست مطر اللي انت تقولي عليه انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت الملط؟ الملط بيضون صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقالها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شويه وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمره بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شويه على براءه وبعد كده سلمته الخميس في قضيه شروع في قتل. اسمع يا علي، انا عاوزك تتابع لي تحقيقات القضيه دي بنفسك. عاوز اعرف عنها بكل صغيره وكبيره. تحت امرك يا باشا. بس ايه علاقه قتل رقاصه لصاحب كباريه باللي احنا فيه ده؟ كله شمال يا علي، كله شمال ومنفذ على بعضه.